عمرك صحيت في يوم لقيت نفسك عندك إمساك، أو لقيت نفسك مش عارف تعمل حمام، أو وأنت بتعمل كان البراز صعب صلب، أو حتى بعد ما عملت تحس إن أنت ما فضيتش تفضية كاملة، أو علشان تعمل لقيت نفسك محتاج عوامل مساعدة إنك تضغط ضغط جامد على بطنك، أو تستعمل لبوسة شرجية، أو تستعمل حقنة شرجية، أو تضع صوبعك عشان تساعد في إخراج البراز. شوف كم المعاناة لو الكلام دوت حصل لك مرة واحدة. قد ايه بتبقى مقريف وانت مش عارف تعمل حمام، قد ايه بتبقى زهقان وانت مش عارف تعمل حمام، قد ايه بتشعر بالألم وعدم الارتياح وانت مش عارف تعمل حمام. طيب ما بالك لو الأعراض ديت بقالها 3 شهور أو أكتر؟ إذا حصلت الأعراض ديت لمدة 3 شهور أو أكتر فديت معناها إن أنت عندك إمساك مزمن. حدوث الأعراض اللي احنا قلنا عليها ديت كلها، بالإضافة لأن عدد مرات التبرز يكون أقل من 3 مرات في الأسبوع لمدة 3 شهور أو أكتر، دوت اسمه الإمساك المزمن. إيه أسباب الإمساك المزمن دوت؟ في أسباب، عندنا أسباب وظيفية، في أسباب مرضية، وفي أسباب بسبب أدوية. الأسباب الوظيفية زي بطء حركة الأمعاء، زي القولون العصبي الامساكي. احنا اتفقنا قبل كده قلنا عندنا قولون عصبي بامساك، قولون عصبي باسهال، وقولون عصبي مختلط. فلو عندك قولون عصبي بامساك دوت من اسباب الامساك المزمن. ضعف عضلات الحوض، ودي حاجه من اكتر الاسباب شيوعا. ان عندنا انت المفروض يحصل عندك تناغم ما بين عضلات البطن وعضلات الحوض. ان انت لو عضلات البطن ضغطت او شدت علشان نعمل عمليه اخراج، لازم عضلات الحوض ترتخي بميكانيزم كده معين. فاذا ما حصلش ارتخاء عضلات الحوض مع انقباض عضلات البطن فما بيحصلش عمليه التفريغ او بيحصل الامساك. في امراض بقى بتسبب الامساك المزمن زي قصور الغده الدرقيه، بيقلل حركيه الجهاز الهضمي فبيعمل لنا امساك. مرضى السكر لو عندهم اعتلال عصبي زي ما احنا متفقين، مرضى السكر بالذات لو مش منضبط دوت من اكتر عرضه لحدوث الامساك. ادويه زي الترامادول والمورفين، ادويه زي مضادات الاكتئاب، ادويه النفسيه والعصبيه. بعض ادويه الضغط بتعمل امساك، بعض ادويه الضغط بتعمل امساك مزمن، بعض ادويه المعده برضو بتعمل امساك مزمن. الادويه المحتويه على حديد وكالسيوم بتعمل امساك مزمن. في اسباب عامه بقى زي قله شرب الميه، عدم اكل الالياف، قله الحركه، دي من اكتر اسباب الامساك شيوعا. اخر الابحاث في موضوع الامساك دوت لقوا ان في علاقه ما بين نقص فيتامين بي 2، نقص فيتامين بي 2 وحدوث الامساك. وبرضه من الابحاث لقوا ان الناس اللي بتعتمد على الفواكه والنباتات والخضروات في اكلها دول اقل عرضه للامساك. عندنا عادات خاطئه ممكن تؤدي للامساك، زي مثلا قلنا قله شرب الميه، قله الحركه، زي ما قلنا قله اكل الالياف، تاجيل التبرز. يعني انت ممكن تجي لك احساس انك عايز تعمل حمام فتاجل تقول مش عامل دلوقتي، دوت من اكبر اسباب الامساك شيوعا. في امراض بتعمل امساك زي ما قلنا قصور الغده الدرقيه، زي ما قلنا مرض السكر، وبالذات لما يبقى فيه مضاعفات مع الاعتلال الاعصاب. في امراض عصبيه زي مرض الشلل الرعاش، زي مرض التصلب المتعدد، دوت من ضمن اسباب الامساك المزمن. ايه مضاعفات الامساك المزمن؟ ممكن يوصلنا لنزيف شرجي، ممكن يعمل بواسير، ممكن يعمل تدلي مستقيم، ممكن يعمل انسداد معوي، وساعتها برضه بتضطر تلجأ لدكتور الجراحه فورا. انسداد بالبراز، فيكال امباكشن، يعني يحصل انسداد معه بسبب البراز، ودوت ممكن يدخلك اوضه العمليات. التشخيص بيعتمد ان احنا نقعد مع العيان، ناخد منه تاريخ مرضي، نسمع عاداته الغذائيه، زي ما قلنا لو عنده مشاكل ما بياكلش الياف، ما بيشربش سوائل كتير، نبحث عن امراض معينه، نفحص تاريخه المرضي، هل عنده امراض في المخ والاعصاب، هل عنده امراض في الغده، نفحص برضو تاريخه الدوائي، هل بياخد ادويه من اللي هي بتعمل امساك ولا لا. لما بتختلط علينا الامور
بنعمل تحاليل زي تحاليل وظائف الغده الدرقيه، بنعمل تحاليل سكر، نعمل سكر تراكمي حتى لو انت ما عندكش سكر. بنطلب كمان اشاعات او مناظير لو حصل نزيف شرجي، لو حصل مع الامساك دوت نزيف شرجي، لو حصل فقدان وزن، لو حصل انيميا غير مفسره، لو هجمه الامساك ديت كانت مفاجاه، يعني اول مره في حياتنا يحصل لنا امساك بالشكل دوت، يعني كانت الطبيعه ماشيه كويسه وحصل امساك بالشكل دوت مره واحده. العلاج على شقين زي ما قلنا، عندنا علاج وقائي وعلاج دوائي. العلاج الوقائي زي ما قلنا اللي هو بنغير نمط الحياه، زي ما قلنا ما بنشربش ميه كتير، لازم نشرب من 2 ل 3 لتر ميه يوميا. الاكل ما فيش الياف، نركز على الالياف، الخضار والفاكهه بالذات. عندك حاجه زي الكوسه، الجزر، الملوخيه، الباميه، كل ديت حاجات ملينه ومسهله طبيعيه. الفاكهه بقشرها، الخضار بقشرها، البقوليات، الحبوب الكامله ديت غنيه جدا بالالياف. قلنا لو ما بتحركش احنا متفقين على 150 دقيقه ديت مشي اسبوعيا، يعني يمشي 30 دقيقه يوميا لمده 5 ايام. ممنوع تاجيل البراز. اذا جالك احساس عمل الحمام ما تاجلش، لان تاجيل البراز بيؤدي للامساك المزمن. العلاج الدوائي عندنا ملينات حجميه، يعني بمعنى صح بتكبر حجم البراز وتطريه وتسهل اخراجه، زي بذور الكتان، بذور الشيا، الحاجات ديت. ملينات اسموزيه، وديت زي ما قلنا باختلاطها بالبراز بتخلي البراز يمتص السوائل من، يعني الملينات الاسموزيه بتحافظ على ليونه البراز بان هي بتمص السوائل من القولون داخل البراز، فبيفضل البراز دايما طري وحجمه كبير ويسهل التخلص منه. ملينات منشطه للحركه، ودي بتفيد لما يبقى سبب الامساك هي بطء حركيه الامعاء، زي البيساكوديل، زي السينا، زي اللبوس الجليسرين. الحاجات دي كلها ملينات منشطه للحركه، يعني باخدها حركيه البطن بتتحسن. ادويه جديده زي الاميبروستون، زي اللوبينكوت، زي الايجوكريسيت، زي الكونستبرايد، وديت ادويه بتجيب نتائج جباره جدا لما الادويه السابقه ما بتجيبش نتيجه. ودي طبعا كلها ادويه بعد استشاره الطبيب. في ادويه جديده او في انظمه جديده في العلاج. لو السبب ضعف عضلات الحوض دوت، اطباء العلاج الطبيعي بيظبط لنا عضلات الحوض، فبيتحسن جدا موضوع الامساك. ده اسمه بايو فيدباك. في حاجه جديده من سنه 2024، في حاجه اسمها الكبسوله الاهتزازيه، ودي كبسوله بتتبلع فبتزود الاهتزاز داخل القولون، يعني بتنشط حركيه القولون. قال لك بتحسن جدا من حالات الامساك، وديت لها نتائج واعده في الفتره اللي جايه دي. في حاجه اسمها زرع الميكروبيوم، وديت ان انت بتاخد بكتيريا نافعه من شخص سليم تحطها في امعاء الشخص المريض، وديت كانك بتعمل له تربه جيده او تربه صالحه في جهازه الهضمي. بيحدث بعدها تحسن جدا في وظائف الجهاز الهضمي، وبتحسن جدا حالات الامساك، وديت برضه تجارب نتائجها واعده. ازاي تمنع الامساك من الاساس؟ دي حاجه بايدك. اشرب ميه كتير، كل الياف، اتحرك كتير. لو عندك حاجه مرضيه عالجها، لو عندك سكر عالجه، لو عندك قصور في الغده عالجها. ما تقولش هاخد حبايه ملين وهبقى كويس وخلاص، استشير طبيبك. امتى لازم نتجه للطبيب بسرعه؟ لو حصل نزيف شرجي، لو حصل انيميا، نقص حديد غير مفسره، لو حصل انسداد مره واحده لقيت نفسك مفيش تبرز خالص مع ترجيع شديد جدا فانت بتشك في سده معويه، لو حصل فقدان وزن غير مفسر بصوره ملحوظه، يعني كل اللي يشوفك يقول انت خسيت، دوت لازم تتجه للطبيب فورا. زي ما قلنا لو الامساك ده هو اول مره يجي لك في حياتك بالشكل دوت، لازم تتجه برضه للطبيب فورا. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.